أنا واقف في ميدان التحرير حاليا، وبأناشد الشعب المصري كله إنه ينزل يوم الأحد، ينزل في مظاهرات سلمية. إحنا كلنا سلميين، عاوزين نغير الظلم الموجود في مصر، عاوزين نخلي المصريين هم اللي يحكموا مصر في ثورة سلمية تعقبها انتخابات رئاسية مبكرة ويشترك فيها كل المصريين عشان مصر تتحكم بالجميع، وإن شاء الله سوف ينصر الله الشعب المصري. وشكرا. من حكم الإخوان أصبح واضح لكل مصري إنه مفيش تحت القبة شيخ. اللي بان إن تحت القبة قاعة فاضية ما فيهاش حاجة، لا تفكير ولا تخطيط ولا استراتيجية ولا سياسات ولا قرارات ولا حاجة. الفشل الذريع دليل على العجز وعدم المقدرة وعدم الصلاحية لتسلم مسؤولية حكم بلد عظيم زي مصر. المصريين كلهم فهموا المعادلة البسيطة دي، وعشان كده رفعوا الكارت الأحمر لمرسي وحكم الإخوان. ارحلوا، ملكوش لازمة وملكوش دور ومش عايزينكم يا مصريين. إنقاذ مصر متوقف على نزولكم في الأيام التالية، وبالأخص يوم 30/6 هو يوم الخلاص وصفارة الإخراج من ملعب السياسة المصرية لهذه العصابة المجرمة التي تحكم مصر العظيمة بطريقة العصابات. حكم سري غير شفاف، محدش عارف عنه أي شيء، قرارات بتتخذ في الضلمة وتفاجئ المصريين بتحطيم حياتهم وتدمير اقتصادهم وتدمير أمنهم وبيع مصر للأجانب بالقطاعي. مفيش مبرر واحد إن مصر واحد ما ينزلش يوم 30/6.